السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله النهاردة هناخد اساسيات التمريض النظري، ومعادنا النهاردة مع اخلاقيات الايثكس. هنعرف النهاردة اول حاجة يعني ايه ايثكس اصلا، وايه الايثكس المتعلقة بالنيرسينج التمريض، وايه هي البرنسبلز. تمام، وهنعرفها واحدة واحدة بإذن الله. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة معانا النهاردة هي الانترودكشن. المقدمة. عايز تقول لي إيه؟ قال لي عايز أقول لك إن الإيثيكال فاليوز، إن القيم الأخلاقية، إن إيثكس معناها أصلا أولا قيم أو الأخلاقيات. بيقول لي القيم الأخلاقية مهمة جدا لأي مقدم رعاية صحية، لأن القيم ديت universal rules، يعني قواعد عالمية of conduct من الرعاية المقدمة أو من السلوك أو من التصرفات أو الأفعال that provide التي توفر practical basis، يعني توفر أساس عملي for identifying، علشان تحدد وتعرف what kinds of actions، أنواع التصرفات والأفعال والintentions والنوايا and motives are valued، والدوافع التي تقدر وتقيم. تمام جدا. قال لي أولا إن القيم الأخلاقية ديت مهمة جدا لأي مقدم رعاية صحية، وإن الحاجات ديت تكون يونيفرسال عالمية. تمام، عشان توفر لي أو تحدد لي السلوك العملي اللي أنا لازم أتخذه كمقدم رعاية صحية، وتحدد لي أنواع الأفعال والنوايا، وكذلك الدوافع اللي المفروض تكون عندي. طيب إيه هي الإيثكس التاني؟ قال لي بقى الإيثكس عبارة عن قال لي moral principles، يعني مبادئ أخلاقية that govern، بتحكمك وتوضح لك how the person، إزاي الشخص ده or a group أو مجموعة من الناس will behave or conduct themselves، إزاي يتصرفوا أو يتعاملوا مع نفسهم. تمام، جميل جدا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي طب قول لي يا عمي النيرسين إيثكس، تعريف أخلاقيات التمريض. قال لي هي systematic rules، يعني قواعد ومبادئ principles، مبادئ. قال لي منهجية منظمة. governing يعني تحكم right conduct، السلوك الصحيح أو التصرف الصحيح. وقال لي each nurse، كل ممرض وممرضة is practiced with the responsibility to adhere to the standards of ethical practice. تاني كده، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن كل ممرض أو ممرضة بيتحمل مسؤولية practiced، بيمارس مع تحمل المسؤولية to adhere، ليه بقى؟ علشان يلتزم بهذه المعايير of ethical practice، للسلوك أو الممارسة الأخلاقية. وconduct قلنا السلوك برضو الأخلاقي set by the profession، الموضوع بواسطة المهنة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال لي تعريف أخلاقيات التمريض ده عبارة عن قواعد أو مبادئ المهنة حددتها، وكل ممرض أو ممرضة بيحمل مسؤولية علشان يلتزم بهذه المعايير، ولو خلف المعايير ديت ايه اللي يحصل؟ هيقع عليه المسؤولية. طيب ايه هي المبادئ ديت؟ صلى على النبي ونبدأ بسم الله. أول حاجة الإيثيكال برينسيبلز، هي عبارة عن هي البيسس of all nursing practice، أساس الممارسة التمريضية كلها. وبروفايد بتوفر لك framework يعني إطار عمل to help the nurse، عشان يساعد الممرض أو الممرضة in ethical decision making، في صنع واتخاذ القرار الأخلاقي. جميل جدا. دي مقدمة عنها وتعريف عنها إن هي أساس ممارسة التمريض. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي إيه هي بقى أصلا البرايمري ethical principles اللي المفروض أتخذها كممرض أو ممرضة؟ أول حاجة البينيفيسنس. يعني إيه البينيفيسنس؟ قال لي الإحسان. يبقى البينيفيسنس يعني الإحسان وحسن المعاملة. جميل جدا، وإن أنا أفيد المريض اللي قدامي. تاني حاجة non maleficence. maleficence يعني الإيذاء. طب non يبقى عكسها، عكس الإيذاء يبقى عدم إن أنا ما أذيش المريض. بالنسبة بقى للأوتونومي، قال لي فالأوتونومي ديت عبارة عن الاستقلالية وحق المريض في اتخاذ القرار.
طيب وإيه تاني؟ قال لي الجاستس يعني العدالة. وإيه تاني؟ الفيراسيتي يعني إيه الفيراسيتي؟ يعني الصدق. تمام. الفيديليتي يعني إيه الفيديليتي؟ قال الإخلاص والإحسان. تمام. طيب والانتجريتي يعني إيه الانتجريتي؟ يعني النزاهة والاستقامة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمات جديدة عليكم ولكن واحدة واحدة هنتعلم بإذن الله. أول حاجة البينيفيسنس الإحسان. قال هو إيه؟ عبارة عن إيه؟ قال acting for the good and welfare of others. إن أنا أتصرف أو أعمل من أجل مصلحة الجود يعني خير، وويلفير رفاهية الآخرين others and including إنني أتضمن such attributes مثل هذه إيه التصرفات أو الصفات as kindness كمثل إيه اللطف وتشاريتي الصدقة أو الإيه العمل الخيري. جميل جدا. يبقى البينيفيسنس الإحسان إن أنا أتصرف من أجل مصلحة المريض ورفاهيته. زي إيه؟ قال لي من ضمنها زي اللطف وكذلك الإيه العمل الخيري. طيب النون ماليفيسنس قال لي عبارة عن acting in such a way بطريقة to prevent إن أنا أمنع الهارم الضرر to others للآخرين or to inflict أو إن أنا إيه inflict the minimal harm possible إن أنا ألحق بيهم أي ضرر ولو بسيط. يبقى إن أنا acting in such a way as to prevent إن أنا أعمل إيه أمنع الضرر ليهم أو إن أنا ألحق بيهم أي ضرر ممكن بسيط ولو بسيط. يبقى إن أنا أمنع أو إن أنا inflict إن أنا إيه ألحق أي حاجة بيهم. طب الأوتونومي إن أنا أعترف إن المريض له الحق أو الفرد له الحق إن هو self determination إن هو إيه يقرر مصيره أو يحدد مصيره يبقى عامل إيه أو decision making. يبقى هو حر في اتخاذ الخيار المناسب في العلاج. تمام جدا بشرط إن هو ما يتعداش على صحة المجتمع أو كزي الأمراض المعدية والكلام ده كله. طب الجاستس قال الجاستس هي العدالة إن أنا أتصرف in fairness أتصرف بإنصاف بعدالة to all individuals لكل الأفراد treating others من خلال معاملة الآخرين equally بالتساوي and showing all individuals the same degree of respect and concern وإن أنا أظهر لكل الأفراد نفس درجة الاهتمام والاحترام concern and respect. يبقى ده الجاستس العدالة. يبقى خدنا لحد دلوقتي 4. البينيفيسنس الإحسان إن أنا أعمل من أجل الخير ومصلحة المريض. طيب تاني حاجة النون ماليفيسنس إن أنا أمنع أي ضرر أتصرف بحذر وإن أنا أمنع أي ضرر يلحق المريض. طيب الأوتونومي إن أنا أعترف بإيه حق المريض individuals right to self determination و decision making. طيب الجاستس إن أنا بعملهم بناء same degree of respect و concern نفس الدرجة من الاحترام والاهتمام. طب إيه هي الفيراسيتي بقى؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الفيراسيتي عبارة عن الصدق إن أنا أكون truthful. يعني إيه truthful؟ يعني صادق. إن truth يعني الحقيقة وفل دي صفة بس صفة منها أنا صادق بقول الحقيقة. و trust worthy أكون أهل للثقة trust. وأكون accurate in all interactions with others وأكون دقيق في جميع التفاعلات مع الآخرين. جميل جدا. طب الفيديليتي هو الإخلاص. تمام. الإخلاص being loyal تكون مخلص و faithful يعني تكون وافي to individuals who place trust in the nurse إن هما بيثقوا في الممرضة. يبقى أكون إن أنا مخلص وأكون أهل للثقة. تمام جدا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. integrity عبارة عن النزاهة والاستقامة acting consistently with honesty بأمانة وصدق. تمام. and basing actions والأفعال دي تكون مستندة لإيه moral standards لمعايير أخلاقية. يبقى إيه acting consistently with honesty و basing actions ديت عبارة تبقى معتمدة ومستندة لمعايير أخلاقية. ما يبقاش الواحد إن أحسن الناس وأحسن وإن أساءوا أساء. يكون محدد له معايير standards علشان يقدر يوصل لأعلى نتيجة ممكنة.
يبقى خدنا لحد دلوقتي البرايمري ethical principles عبارة عن 8 حاجات: البينيفيسنس، النون ماليفيسنس، الاوتونومي، جاستس، الفيراسيتي، والفيديليتي، وسبع حاجة آسف احنا قلنا 8 7 integrity اللي هي الايه؟ النزاهة. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي بيقول لي في حاجة اسمها كود، والكود ده عبارة عن ايه؟ عبارة المعنى العام ليه ان هو شفرة، ان هو رمز، ولكن المعنى اللي هو مش شائع أوي ليه ان هو ممكن يبقى معناه نظام او دستور او مجموعة قوانين او شريعة. فاللي هي في بعض المعايير او بعض الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها اللي حطها الايه؟ الرابطة الدولية للممرضات International Council، المجلس العالمي للايه؟ للتمريض الممرضين، وفي ethical principle. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. International Council of Nurses Code of Ethics for Nurses، يبقى المجلس الدولي الخاص بإيه؟ بالتمريض والأخلاقيات، قال لي has 4 principal elements، عنده 4 أو حط 4 عناصر اللي هي بتحدد لي أو outline the standards، معايير of ethical conduct للإيه؟ للسلوك الأخلاقي. المعايير ديت الاليمنتس والعناصر ديت، قال لي أول حاجة النيرسز تجاه الناس، الممرضات والناس. تاني حاجة nurses والبراكتس، الممرضات والممرضين والممارسة. تالت حاجة النيرسز والبروفيشن، التمريض أو الممرض والممرضة والمهنة، ايه اللي لازم يعمله، ولو ما عملش كده تقوم عليه المسؤولية القانونية. النيرسز والكو ووركرز. يبقى صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا أول حاجة الممرض والناس، الممرض والممارسة، الممرض والمهنة، الممرض والعمال أو الزملاء. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي أول حاجة النيرسز والبيبل، إن النيرسز primary professional responsibility، المسؤولية المهنية البرايمري الأساسية للممرض is to people، تجاه الناس، requiring nursing care، تجاه الناس اللي بيحتاجوا الرعاية دي كده أساسي. يبقى المسؤولية إن هو هيحمل مسؤولية الناس اللي محتاجة رعاية. طيب in providing care، في تقديم الرعاية أو أثناء تقديم الرعاية the nurse promotes، تعزز an environment، بيئة كويسة in which the human rights، الحقوق الإنسان، والvalues، والقيم، والcustoms، العادات، and spiritual، يعني معتقدات spiritual beliefs، يعني الاعتقادات الروحية of the أو the individual والfamily والcommunity are respected. يبقى البيئة اللي هتوفرها الممرضة أو الممرض، قال لي هنحاول نحافظ على حقوق الإنسان والقيم والعادات والاعتقادات الروحية للفرد والعائلة والمجتمع كذلك. يبقى بقدم الرعاية طبقا للمجتمع اللي أنا فيه. تمام جدا. دي بالنسبة للنيرسز والبيبول، قال لي المسؤولية تقع تجاه الأشخاص اللي بيحتاجوا العناية. تمام. تاني حاجة في التقديم الحاجة دي، في تقديم الرعاية أنا بحاول أنشئ بيئة كويسة جدا. طيب الممرضات والممارسة. الممرضات والممارسة قال لي the nurse carries personal responsibility، تحمل المسؤولية and accountability، والمساءلة. تمام جدا. for nursing practice، لممارسة التمريض and for maintaining competence، تمام، والحفاظ على competence يعني الكفاءة by continual learning، من خلال التعلم المستمر. يبقى الممرضات والممارسة إن قال لي الممرض والممرضة يحملوا المسؤولية الشخصية والمساءلة تجاه الممارسة، عشان لو أخطأ في حاجة هو يتحمل. طيب ويحافظ على الكفاءة ديت من خلال التعلم المستمر. تمام جدا. ايه تاني بالنسبة للنيرسز والبراكتس؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي بالنسبة للنيرسز والبراكتس، الممرضات والممارسة، قال لي the nurse، الممرض maintains a standard of personal health، معايير، بيحاول يحافظ على معايير من
personal health. على انقطاع الصوت يا شباب، ولكن هنا بنقول علشان يحافظ على مستوى من الصحة بحيث إنه ما يأثرش على قدرته على تقديم الرعاية الصحية، إن that ability to provide care isn't be compromised. تالت حاجة بقى معانا بالنسبة للممرضات في المهنة nurses and the profession. قال لي إن the nurse assumes the major role in determining and implementing acceptable standards. الممرض أو الممرضة assumes يعني يتولى the major role الدور الأساسي in determining في تحديد و implementing تنفيذ acceptable standards المعايير المقبولة of clinical nursing practice ممارسة التمريض، وكذلك في مجال الإدارة management، وكذلك في الريسيرش البحث، وكذلك في التعليم education. تمام جدا. يبقى ده بالنسبة لموضوع وظيفة الإيه ومهنة التمريض. جميل جدا، من ناحية التعليم education، من ناحية البحث الريسيرش، من ناحية الإدارة، من ناحية clinical practice. طيب بالنسبة تاني قال لي إن المفروض إن الممرض أو الممرضة يكون active، يكون نشط في تقديم وتطوير كور أساس ومجموعة من research based professional knowledge من المعرفة المهنية based معتمدة على الريسيرش البحث. جميل جدا، يبقى بيكون في معرفة، يكون في المهنة مقدمة تبعا لأساس علمي. جميل جدا. طيب بالنسبة للممرضات والزملاء قال لي the nurse sustains المفروض يحافظ على cooperative. يعني ايه cooperative and respectful relationship؟ قال لي relationship يعني علاقة، respectful يعني محترمة، cooperative جاية من التعاون، فيها علاقة فيها تعاون واحترام with coworkers مع العمال المساعدين أو الزملاء in nursing في التمريض and other fields والمجالات الأخرى. طيب the nurse takes appropriate يعني يتخذ الممرض أو الممرضة appropriate action الإجراء المناسب والتصرف المناسب to safeguard عشان يحمي individuals الأفراد families العائلات and communities والمجتمعات when their health لما صحتهم is endangered يعني تعرض للخطر من خلال co-worker أو any other person لما يجي تعرضوا للخطر من زميل أو شخص تاني. تمام كده. يبقى الممرضات والزملاء المفروض هم يحافظوا على العلاقة ما بينهم relationship يكون cooperative فيها تعاون ومحترمة مع الزملاء سواء في التمريض أو المجالات الأخرى. تاني حاجة ياخدوا التصرف المناسب علشان يحموا الأفراد والمجتمعات والعائلات لما صحتهم صحة مين صحة الأشخاص ذو المجتمعات أو الأفراد والعائلات تعرض للخطر من خلال زميل أو من خلال حد تاني، يبقى المفروض يتعاملوا تصرف مناسب معاه. جميل جدا. كده النهاردة نكون خدنا الحمد لله الأخلاقيات الإثكس وإيه هي البرنسبلز المبادئ بتاعة الإثكس ديت الأخلاقيات، وخدنا الانترناشنال كونسل اوف نيرسز كود قال لي مجموعة القوانين اللي حطتها المجلس الدولي للتمريض. تمام. وخدنا العناصر بتاعة الكود ده النيرسز والبيبول والنيرسز والبراكتس الممارسة والنيرسز والبروفيشن المهنة والنيرسز والكووركرز العمال. جميل جدا. طب مراجعة سريعة primary ethical principles المبادئ الأساسية يعني beneficence non maleficence الautonomy والjustice العدالة والveracity والfidelity والintegrity. تمام جدا. وأخيرا وصلنا لآخر الفيديو الحمد لله. ما تنساش اللايك والاشتراك وما تنساش تسأل على آخر العروض موجودة عندنا في الكورس عشان ما يفوتكش كل جديد. كان معكم أخوكم حسن حمدي في كورس النورس هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.